عاد مستشفى السلمانية من جديد لحاضنته الوطنية بعد أن قامت قوات الأمن بإخلائه من مظاهر الاحتجاج وممن من فئة أقسمت على أن تؤدي مهمتها الإنسانية بكل إخلاص وأمانة، لكنها سرعان ما نكثت بقسمها. مشاهدات في مجمع السلمانية الطبي فاقت كل تصور للعقل ليتحول معه الدواء إلى داء. التقرير التالي يرصد بعضا من مظاهر عودة المستشفى من الوضع الذي كان عليه. هذا هو مستشفى مجمع السلمانية الطبي ذائع الصيت، المستشفى الذي اشتهرت أسرته باستيعاب 700 جريح دفعة واحدة على ذمة الراوي، والرواة هنا كثر، بعضهم ممن أدى قسم الإنسانية لخدمة المرضى والمراجعين قبل أن يحرم على فئة كثيرة دخول هذا المستشفى، والبعض الآخر من الرواة تتلقفهم القنوات الفضائية وتتبنى ما قالوه كذبا وافتراء وزيفا، فمعظمهم لا يستطيع أن يلفظ اسمه بشكل صحيح. فكيف نصدق روايته بأن المستشفى العجيب بطواقمه التي تحمل عصا سحرية تستطيع استقبال وعلاج مئات الحالات؟ أهل السلمانية أدرى بالمستشفى وشعابه، وهم أعلم الناس بقدرته الاستيعابية وكوادره الطبية والتمريضية. الحديث في الجانب الإنساني يطول، وأطول منه الحديث عن الأمانة وحفظ الجميل ونكران الذات في سبيل الوطن وأبناء الوطن. اليوم السلمانية غير السلمانية بالأمس، وهو غدا ليس كسائر الأيام، إنه مؤسسة وطنية من أجل الوطن وليس لفئة دون أخرى. هنا في السلمانية بالأمس القريب اختلط السياسي بالشعارات البغيضة والنداءات الكريهة بالعنف والترهيب والتمييز. كانت تجارة خاسرة خسرها الجميع وربحتها البحرين. امتاز الخبيث من الطيب، وبجهود أبنائها الخيرين الصادقين المخلصين سيعود الألق لمجتمعنا من أقصاه إلى أقصاه بصحته وتعليمه واقتصاده وإنسانيته. عين الحقيقة لا تعمى، ويد الحق هي الأعلى والأولى. هناك تجهيزات المستشفى العتيد التي تعين العاجز والمريض والصغير والكبير صارت بقدرة قادر أسلحة في خاصرة الوطن، والأسرة التي يبيت عليها المصابون في خيال المهووسين تدخل إلى خيمة الاعتصام لينام عليها الضمير، بل ليدخل في غيبوبة، لتكون هذه الأسرة إلى جوار التجهيزات الطبية الأخرى معينا على وأد الإنسانية وانحراف الأخلاق. من قال إن المستشفيات في الأخلاق والأعراف والتشريعات والأديان لها أن تكون يوما هكذا، ما وجد هذا الصرح الطبي يوما لينقلب على شرعية وجوده، وما دخله الداخلون وخرج منه الخارجون قبل اليوم إلا وهم يسبحون بحمده ويشكرون له. بلدة طيبة وربا غفور. وما أطيبها بلدة. من ذا الذي يبيح لنفسه خلقها على غير ما خلقت عليه، ويبيح لنفسه قلبها وتغيير صورتها وطمس كل حقيقة حلوة عنها؟ انتهى الكابوس واستفاق كثير من النائمين على حقيقة لم تكن يوما غائبة عنهم. لا أحد يزاود على أحد في هذا البلد، لكن الحقيقة التي غابت أو غيبت وطمست نسأل هنا لمصلحة من؟ والجواب يأتيك من قريب وبعيد. ليس مهما لمصلحة من، لكنها حتما ليست لمصلحة البحرين. من وظف سيارات الإسعاف لغير ما جعلت له؟ ومن حول سيارة مدنية لسيارة إسعاف؟ ومن أسئلة كثيرة تنفلت من عقالها. القلب لا يملك تصديقا لها، والعقل لا يملك تفكيرا بها. كيف تحولت ساحة السلمانية إلى ساحة تصفية حسابات على حساب الوطن؟ وكيف خرجت من أبوابه أدواته وتجهيزاته؟ لمن وعلى مسؤولية من؟ الصورة تتحدث، والأسئلة التي نطرحها لا ينبغي أن تقيد أسئلة أخرى عندك، فخطاب الضمير والعقل بدأ، ومن لا يريد إصغاء وفهما فهو المعتدي على ضميره وعقله وإنسانيته وتاريخ التعايش في بلد حلوه حلو ومره حلو، برغم من أراد أن يحول حلوه إلى مرارة.